السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تتابعوني اليوم إن شاء الله جيتكم بأروع وأذكى كيكة الفراز من أروع ما يكون للشهر الفضيل. كل عام وانتم طيبين. نروح نشوفوا المقادير مع بعض. أول حاجة عندي 3 بيضات في الخلاط، عندي نص كوباية سكر، وعندي رشة فانيلا، عندي بشر الليمون. راح نحط هاي المكونات كلها ونخليها تنخفق لما يصير لونها على بياض. ساعتها راح نحط نص كوباية زيت نحطها شوي شوي، بعدها نحط كمان نص كوباية حليب ونخلطهم مع بعض. بعدها نجيب علبة زبادي، طبعا بدون ما تكونش محلاية، علبة زبادي سادة، نحطها ونخلطها شوية مع بعض. بعدها راح نشيل المشبك ونحط كوبايتين طحين. راح ننخل كوبايتين الطحين فوقها مباشرة، يعني فوق هذاك السوائل. بعدين نخلطه خلطة صغيرة يعني بالخلاط، ما نكترش كتير الخلط فيه عشان هذيك كيما نقولوا لاجينوس تاعنا ما تنزلش وتجيكم مش نافعة يعني. بس شوية يعني على درجة واحد، الدرجة الأولى، ونخلطها بس شوي ونشيل المضرب. بعدها راح نجيب 2 علب خميرة 20 جرام، ونحط عليهم معلقتين خل، ونخلط هذاك المكونات مع بعض مليح مليح. ندخل هذيك الخميرة مليح في هذيك العجينة. بعدها نجيب لنا القالب اللي يكون له هيك قاعدة في النص، ندهنه طبعا بالزبدة وبالطحين، ونخلط فيه هذيك الكمية تاعت الخلط اللي كنا عملناها تاعت الكيك. في الفترة هذه أنا سخنت الفرن على 180، نخليها من 20 ل25. شوفوا ما شاء الله كيف استوت، تحمرت طبعا من فوق ومن تحت. راح ننزلها مباشرة في الصحن اللي بدنا نقدمها فيه. يعني أول حاجة بدنا نشربها في الصحن اللي بدنا نقدمها فيه. أنا القطر تبعها حطيت كوباية سكر وكوبايتين مية، نخليهم يغلوا تقريبا من بداية الغليان 7 دقائق بنطفي عليهم. يعني هذا القطر الكوبايتين بيجوا ضبط يعني عليها. بالرشها طبعا من الجناب مليح نشمخهم، ونحط لها كمان في النص ونخليها تتشرب لما تبرد شوي. بعدين أنا راح نجيب كوبايتين حليب، راح نحط فيهم معلقتين سكر، وعندي معلقتين نشا. راح نحط طبعا بارد في بارد، نحركهم مليح ونولع الغاز عليهم. طبعا لما نحطهم نضلني واقفة عندهم عشان ما تحرقلناش هذيك الكريمة ويعطينا طعم الحرق يعني. شوفوا ما شاء الله لما نتجانسوا مع بعض. راح ندير معلقة فانيلا بالشكل هذا، راح نحركها مليح مليح، راح نضل نحرك فيها على الغاز. بعدها راح نجيب علبة التسويس فرماج، راح نحطها عليها ونحركها يعني مباشرة على طول، ونطفي الغاز عليها ونخليها وننزلها فوق هذيك الكيكة اللي كنت شمختها. أنا جتني طالعة شوي من فوق، شلت لها يعني الطبقة هذيك المحمرة وخليتها عشان لما نحط عليها الكريمة تجيني بالضبط. الحين راح نرش هذيك الكريمة مباشرة نخليها تبرد شوي. طبعا أنا عندي الفريز، طبعا وقت الفريز الحين جبته طبعا غسلته ونشفته مليح من المية. بعدها نحطه على هذيك الكريمة اللي كنا حطيناها. شوفوا ما شاء الله كيف طلعت. التزيين طبعا اختياري، كل ست بيت وكيف بتحب التزيين بيكون تزيين بسيط ويعني وسهل. الفريزة طبعا تكون عندك أي نوع فاكهة، بس الفريز بيكون أطيب يعني وأذكى دايما مع الكيكات الباردة. راح نزينها بالشكل هذا، قلت لكم تزيين خفيف. تزيين هذا اختياري، كل واحد كيف بيحب يزين. هاك الكيكة تاعتنا ما شاء الله صارت جاهزة. أنا راح نجيب كمان كسرونة نحط فيها نص كوباية مية وعلبة كريم كراميل فريز، وعندي المنكه تاع الفراولة راح نحط معلقة كبيرة طبعا. نحركهم مليح مليح، نخليهم شوية يبردوا، وراح نضيفهم فوق هذيك الفريزة وفوق الكريمة اللي كنا حاطينها. واللي ما عندوش الكريم تاع الفريزة عفوا، يحط لاجولي، هذه اللاجولي اللي ندهن فيها الفراولة من فوق كلامعة، مادة لامعة من فوق، ونزينها فيها. وشوفوا ما شاء الله بعد ما زيناها وكملناها وحطيناها تبرد، شوفوا كيف طلع منظرها. والله بشهي، ولا الطعم ما احكي لكمش، الطعم ولا أروع. ما شاء الله أجت كيكة كاملة متكاملة ما شاء الله، يعني من تحت جنواز ومن فوق طبقة الكريمة، والطبقة الثالثة هي فواكه، عبارة عن فواكه. يعني طلعت ما شاء الله. شوفوا بعد ما نقطع هيك شكفة منها كيف لا جنواز هذيك داخل بيضة وخفيفة كتير كتير. شوفوا ما شاء الله كيف الخفية تاعتها. طبعا هذه بتعملوها في رمضان من بعد الفطور، يعني بتبرد على القلب. نتمنى تجربوا هالكيكة وتنجحوا فيها. الله يغلبكم، تلقى في فيديو جديد، مع السلامة.